أهلا بكم. النهاردة هنشوف مع بعض رسالة مفتوحة، يعني عملت شوية كلام كده. هي دعوة للمصالحة بين الجزائر وفرنسا، وطبعا ده في وقت العلاقات يعني نقدر نقول متوترة ومعقدة أكتر من أي وقت فات. بالفعل. المصدر هو نص اتنشر على موقع ميديا بار، الموقع الفرنسي المعروف، واللي موقعين عليها شخصيات جزائرية وفرنسية، وكمان اللي بنسميهم فرانكوفونيين جزائريين. فخلينا كده ندخل في الموضوع ده ونشوف إيه اللي ورا الدعوة دي بالذات دلوقتي، وإيه حكاية الشجاعة السياسية المطلوبة دي. يلا بينا. تمام. الرسالة فعلا يعني واضحة جدا في قلقها، بتتكلم عن تدهور مقلق للعلاقات وانسداد خطير. واضح إن ده مش مجرد زعل عابر، لا دي أزمة ليها جذور وباين إنها بتزيد. اللي يلفت النظر هو التشخيص الصريح ده، إن الأمور وصلت لطريق مسدود ولازم تدخل مختلف. واللي بيميزها كمان زي ما قلنا إن اللي موقعين عليها مش بس سياسيين مثلا أو دبلوماسيين. بالظبط، النقطة دي مهمة قوي. عندك جزائريين وفرنسيين، وعندك كمان اللي الرسالة سمتهم فرانكوفونيين جزائريين، ودول يعني شخصيات ثقافتهم مرتبطة بالفرنسية بشكل كبير، وده بيضيف طبقة تانية للتعقيد. وفي كمان أصدقاء للضفتين، تعبير جميل صراحة. أيوة. دول ناس كرسوا نفسهم لبناء جسور بين البلدين. فالمزيج ده من مؤرخين متخصصين زي آلان روسيو وجيل فانسرون، لأكاديميين زي عيسى قدري وكاثرين براون، ورؤساء مراكز فكر زي لزيد بن حامي، وحتى مخرجين ومحامين، ده بيدي للنداء ثقل مختلف عن التمثيل الرسمي. مجرد وجود المؤرخين ده تذكير إن أي مصالحة لازم تبص للتاريخ. التنوع ده فعلا ملفت، والرسالة رايحة للرئيسين مباشرة، تبون ومكرون. مفيش أي كلام مش واضح هنا. بس السؤال، هل الدعوات اللي زي دي من شخصيات مجتمع مدني وكده ليها تأثير حقيقي في قضايا سيادية ودبلوماسية بالتعقيد ده؟ ممكن حد يشوفها مجرد كلام رمزي. ده سؤال مهم طبعا. القوة هنا أعتقد في كذا حاجة. أولاً، الوزن المعنوي والأكاديمي والثقافي للناس دي، دول مش أي أسماء، دي شخصيات ليها مصداقية وليها صوت في الرأي العام. ثانياً، النشر على منصة زي ميديا بار بيضمن انتشار واسع ونقاش ممكن يضغط شوية على صناع القرار. تمام. ثالثاً، الرسالة نفسها مش مجرد أمنيات، بتطلب إعادة بناء الثقة من خلال حوار صريح، يعني خطوات عملية حتى لو مش محددة بالتفصيل. وصحيح ممكن دعوات زي دي حصلت قبل كده وما غيرتش كتير، بس ممكن التأثير يجي مع التراكم ومع التوقيت الصعب ده. النقطة المحورية زي ما يبدو هي الدعوة لحلول سياسية شجاعة وإرادة مشتركة. كلمة شجاعة دي يعني محتاجة وقفة. إيه ممكن تكون الشجاعة السياسية في سياق علاقة زي دي بين الجزائر وفرنسا؟ أعتقد يعني الشجاعة هنا أكتر بكتير من مجرد يلا نرجع نتكلم دبلوماسيا وخلاص، لا. بوجود المؤرخين دول وبالنظر لطبيعة العلاقة، الشجاعة ممكن تكون الاستعداد لمواجهة ملفات التاريخ المؤلمة والحساسة بصراحة وبشكل مباشر. زي ملفات الذاكرة؟ بالظبط، الذاكرة، الاعتذار، التعويضات، الأرشيف، دي كلها قضايا السياسيين بيحاولوا يتجنبوها عشان معقبة وليها تكلفة سياسية، وممكن كمان تكون استعداد لخطوات رمزية قوية تكسر حلقة عدم الثقة دي. وممكن الشجاعة كمان تكون في المخاطرة السياسية جوه البلد نفسها للرئيسين. يعني أي خطوة تصلحية ممكن تقابل بمعارضة قوية من تيارات سياسية أو حتى شعبية في البلدين، بتشوف أي تقارب كأنه خيانة للمواقف القديمة. تماماً، ده صحيح جداً. الشجاعة هنا مش بس في مواجهة الطرف التاني، لا، دي كمان في مواجهة الداخل ومحاولة إقناع الناس بأن المصالحة دي ضرورية للمستقبل رغم صعوبة الماضي. الموضوع محتاج رؤية أبعد من الحسابات السياسية الضيقة. يبقى الخلاصة، إحنا قدام أكتر من مجرد رسالة. ده تحرك مهم من مجموعة مؤثرة متنوعة بتمثل قطاعات واسعة من المجتمع المدني في الضفتين، بيعبروا عن قلق حقيقي وبيطلبوا من القيادة السياسية العليا إنها تتحلى بالشجاعة عشان نتجاوز الانسداد ده ونفتح طريق حقيقي للمصالحة. في إحساس إن الوضع الحالي ده بيضر الكل. وكنقطة أخيرة كده للتفكير يعني تستحق التأمل، الرسالة بتدعو لحلول شجاعة وإرادة مشتركة، بس لو بصينا لشبكة المصالح المعقدة والتاريخ المليان جراح ده، تفتكري إيه ممكن تكون أول خطوة عملية ملموسة مش مجرد كلام،
يعني ممكن ياخدها أي طرف أو الاتنين سوا وتعتبر فعلا دليل على الشجاعة دي، وتكون بداية حقيقية لكسر الجليد مش مجرد تكتيك مؤقت. هو ده التحدي الحقيقي المطروح دلوقتي.